والشيخ زايد رحمة الله عليه كان أب لأمة، وكان والد حنون، وفي نفس الوقت هو إنسان عظيم. يمكن هذه العبارات اللي تحضرني في الوقت الحاضر. الوالد رحمة الله عليه كان قائد لأمة، وفي نفس الوقت كثير من الذكريات تخطر على بال الإنسان، خاصة اللي رافقه فترة من العمر. لكن أنا أريد أحاول أكون مختصر في هذه الظروف. الشيخ زايد كان قائد، كان ذو نظرة بعيدة، كان قادر على تحسس المستقبل، وفي نفس الوقت كان إنسان حنون جدا. وإنسان صاحب قرار إذا الوقت احتاج إلى قرار. فتجربتي البسيطة مع الوالد رحمة الله عليه كان هذا الإنسان القائد ذو الحساسية العالية جدا في تحسس الأمور. أريد أذكر قصة. أنا كان صاحب قرار قطع البترول 100% في 73، وفي نفس الوقت هذا الإنسان اللي قدر ياخذ القرار على قطع البترول 100% على أكبر قوى في العظمى في العالم هو الإنسان نفسه اللي يرحم ويشفق على الطير لما يراه. وواقعة حصلت، كنا مسافرين في بلد، كان جبنا مطعم، كانت الطيور تاكل وهو يناظر بين الطيور، فشاف الطيور زادت في ساعة من الساعات، فطلب من واحد يروح ينسق مع صاحب المطعم يوفر للطيور أكل على أساس يشبعهن. فالإنسان نفسه هذا صاحب القرار الحاسم القوي الشديد، هو نفس الحنون، الإنسان الأب الرحوم على أصغر الأشياء. هناك شقين للموضوع. الشق الأول خاص بي وأريد أحتفظ به، واعذرني عن الجواب، وهو الطرف الخاص جدا. والشق الثاني بالنسبة لي أثناء وداع المرحوم رحمة الله عليه. هذيك اللحظة بالنسبة لي أنا كنت واحد من مليون أو أكثر من أبناء الشيخ زايد، فكان بالنسبة لي والوداع نحن كنا أولاد ذاك اليوم. الشيء بالشيء يذكر في هذا الموضوع تأكيدا على هذا. صارت كذا حادثة أن في أشخاص من دول مجلس التعاون
يزورون الإمارات، يزورون أبو ظبي لتقديم العزاء سيدي سمو الشيخ خليفة. فيظلون الطريق، فلما يوصلون عند شخص يستدلون الطريق أو المكان يسألون عن وين نعزي في الشيخ زايد، فيقول أنتم جايين تعزون في الشيخ زايد، وقفوا عند أول بيت توصلونه في الجزيرة، هذا عزاء عند الشيخ زايد، هذين أولاده. ففي اعتقادي أنا كنت واحد من هذه البيوت.